او صباح الخير حسب وقت الفيديو اللي انت بتسمعني فيه. النهارده ان شاء الله هنشرح بارت 2 من الانهيرتنس والاوفر رايد والسوبر. تمام. ببساطه كده، انت جيت هنا لما في الفيديو اللي فات لما كنا بنعمل رن، فكان بيجيب لك انه والله ماي نيم زياد وماي سالري كذا. طيب فانت هتيجي تقول لي طيب فين الفريم ورك؟ ما انا عايز اطبع الفريم ورك. هتقول لي معنى كده ان انا اعمل كده واضيف الفويد دي هنا، وان انت بس مجرد ان انت هتعمل الفريم ورك هنا وتطبع. مفيش مشكلة فعلا، يعني هيحصل معاك كده. بس بص هنا كده، قالك ايه؟ قالك والله ان هنا ان انت بيحصل لك عندك اوفر رايد للميثود في الامبلوي اللي انت لسه عاملها، صح؟ طيب بيجي هنا دور الاوفر رايد، لازم تعمل اوفر رايد هنا. ليه لازم؟ لان انت قدام لما تيجي تعمل ابلكيشن ده هيزود البرفورمانس بتاع الابلكيشن بصورة عالية. تمام. طيب لو جينا عملنا كده، عملنا اوفر رايد، تمام، فالموضوع ابتدى يتحسن او بالنسبه لك هو مفيش اختلاف، يعني احنا لو شلنا الاوفر رايد تبقى هي. طيب تخيل معايا بقى ان انت كده عندك كلاس تاني بيورث من الامبلوي نفس الحاجات دي كلها، فهتروح تاخد برضو الكوبي وتعمل برنت لكل واحد. طب ليه؟ طب يعني انت كل مره تعمل الكلام ده ليه؟ ما ان انت احنا قلنا ان هنا ان السوبر دي هي اللي بتورث من البيرنت الاب، فبناء عليه انت جبت الاي دي والنيم ورحت ورثتهم هنا. نفس الكلام بيحصل في الفويد بتاعت الفانكشن، ان انت لو جيت قلت له والله ان هنا قلت له فويد، قلت له اسف سوبر دوت الفيو، تمام، فبناء عليه راح هيطبع لك الحاجه دي بناء عليه اللي تحتيها. يعني لو جيت مسحت دي وكتبت والله ان انت ماي فريم ورك، تمام، تمام، ان انت ماي فريم ورك كذا، فبناء عليه ايه اللي هيحصل؟ ان انت هو هنا في الديفلوبر فيو هيخش، هيروح على الفيو دي. هو الاولويه دايما هتبقى للفانكشن او للكلاس قصدي اللي انت مستدعيه في الاول. يعني مثلا هقول لك على حاجه، ان انت جيت هنا خدت ده كده كوبي، عملناه هنا كده خالص، شيل اللي احنا عملناه ده كده، تمام، وجينا هنا مثلا عشان نعمل اختلاف عملنا كده. طيب هو ليه ما طبعلكش الكلام ده؟ مش احنا هو هنا احنا قلنا في الاول ان ده هيروح على البيرنت اللي هو اللي وارث من الديفلوبر ده. لا، مش هيروح. ليه؟ لان الاولويه دايما للكلاس الاولاني. يعني هو بيسال نفسه سؤال، انا الكلاس بتاع الديفلوبر هخش عندي فانكشن باسمها فيو، نفذ لي دي، خلاص وقف. تمام. ما هو خلاص نفذ اوريدي اللي هو موجود. طيب امتى بقى ينفذ دي؟ في الحاله اللي انا قلت لك عليها، ان هو ان انت هتعمل كده سوبر دوت فيو، فبناء عليه انت قلت له في السوبر دي اللي هو البيرنت عايزك تنفذ لي الامر او الفانكشن اللي جوه الامبلوي، تمام. وبتيجي هنا نعمل مثلا ان الماي، فتعال نشوف مع بعض كده. فعمل لك ان هو الماي نيم والسالري والفريم ورك. بس ده كان كل الموضوع ببساطة، يعني بدل ما انت تعيد الكود في كل مرة، الموضوع مختصر عليك بكل سهولة. اعرف كده وخلي عندك مبدأ ان انت كل ما تعيد كود يبقى انت عندك حاجة غلط، يبقى ده مش كلين اركتكشر ولا لوجيك كويس. الموضوع ببساطة في الاو او بي هكتب اقل كود علشان اطلع احسن جودة. بس ده كان فيديو النهاردة. ولو وصلت لهنا اعمل سبسكرايب ولايك، ومتنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.